ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنا مخالفا لنظام البيئة لاقتنائه وعرضه 102 كائنا فطريا محنطا، منها 3 كائنات مهددة بالانقراض دون ترخيص في المنطقة الشرقية، ما يعد مخالفة لنظام البيئة واللائحة التنفيذية لحماية الكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها. وتم إحالة المخالف لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه والتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لاستلام الكائنات بحكم الاختصاص، علما أن عقوبة مخالفة عرض منتجات أو مشتقات الكائنات الفطرية بدون ترخيص أو مجهولة المصدر غرامة تصل إلى 10,000 ريال لكل كيلوغرام بحسب نوع الكائن الفطري، وتصل عقوبة الإتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومشتقاتها ومنتجاتها أو قتلها أو صيدها إلى السجن لمدة لا تزيد عن 10 سنوات، وبغرامة لا تزيد عن 30 مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.